يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا. ولو أول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي. أتمنى طبعا تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة هنعمل الكب كيك العسل اللي قدامكم ده، وبنفس العجينة بتاعة الكب كيك هنعمل بيها النايتي بتاع زمان لو انتوا فاكرينه. فتعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض بطريقة سهلة والنتيجة مضمونة. أول حاجة هنجيب كوبايتين من الدقيق المنخولين طبعا، هننزل عليها بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر وذرة ملح، ودي اسمها المكونات الجافة. هنقلبهم كويس مع بعض علشان كلهم يمتزجوا مع بعض زي ما انتوا شايفين. حلو قوي كده. هنشيل العسل دي بقى على جنب، وهنجيب بولة كده ظريفة لطيفة كده، وهننزل بقى بالمكونات السايلة واحدة واحدة كده. أول حاجة هنجيب 3 بيضات، وياريت تكون في درجة حرارة الغرفة، وهنزل عليها طبعا ادام في بيض لازم يكون في فانيليا، سواء كانت سايله او الفانيليا العاديه او بطعم البرتقال براحتك خالص. انا حطاها بطعم البرتقال، طالعه جديده كده في السوق، حلوه جدا جدا. مش هعرف طبعا اقول اسامي، بس بتخلي طعم الكيك والكب كيك والحاجات دي تحفه. هضربها شويه زي ما انتوا شايفين، وهتنزلي عليها بعد كده بكوبايه من السكر. وخلي بالك الكوبايه اللي تستعمليها مع كل المقادير، يعني ما تجيبيش كوبايه شكل وتروحي تجيبي كوبايه تانية ممكن تكون اصغر او اكبر، فالمقادير كلها هتبقى مش مظبوطه. تمام. هنضربهم مع بعض ونحط عليها نص كوبايه من الزيت، وعليهم ربع كوبايه من الزبده او السمنه. حلو كده حلو كده. طبعا الزبده هتخليها طريه وحلوه. هنضربهم مع بعض زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما نضربهم مع بعض هنكون محضرين كوبايه من اللبن السخن. سخن يا جماعه، ايوه سخن. هتخلي الكب كيك بتاعي طري وحلو جدا. هنحط على طول اللبن، وبسرعه تضربي بالمضرب بتاعك المكونات كلها عشان البيض بتاعي ميستويش. تمام، عشان اللبن سخن. بعد كده بقى هنشيل المضرب خالص، وهنحط المكونات الجافه بتاعتنا اللي هي الدقيق والبيكنج باودر وذره الملح. طب لو انت عايزه تعمليها بالشوكولاته، هتشيلي لو كاكاو خام فبيبقى مر شويه، فهتشيلي تقريبا 4 معالق كبيره من الدقيق، وهتحطي بدلهم 4 معالق كبيره من الكاكاو الخام. هتفضلي تقلبي كده بس بشويش وبالراحه عشان الهواء ما يطلعش بره. طبعا الكب كيك بتكون القوام بتاعه سايل شويه. هتجيبي القوالب بتاعه الكب كيك زي ما انت شايفه كده، وهتحطي فيها الورق اللي يكون مخصص للكب كيك اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا هحط 2 3 قدامكم، وهكمل الباقي مع نفسي. حلو قوي كده اهو. خلاص يا ستي. خلاص كده تمام. هتنزلي بقى المهم، اهم حاجه ان انت ما تمليش الكميه كلها، يعني هتسيبي فوق تقريبا، يعني هتحطي 3/4 وتسيبي ربع فاضي. تمام، عشان لما تعلى ما تخرجش بره الورقه بتاعتنا. طبعا لو عايزه تخليها تخرج بره الورقه زودي شويه، بس هي لغايه هنا كويس قوي. بصوا حلو قوي. طيب هنسيبها دلوقتي على جنب، وفي المرحله دي تكوني مولعه الفرن عشان عايزينه سخن. طيب الكميه اللي باقيه اللي عندي، هتجيبي صينيه صغيره كده، انا مش عايزاها تعلى مني، انا عايزاها تكون تقريبا لما تعلى تبقى بسمك 1 سنتي. تمام زي ما انتوا شايفين كده. طب انا عايزه اعمل لها شكل حلو، هتاخدي شويه من العجينه وتحطي عليها نص معلقه كبيره من الكاكاو الخام، وهتقلبي كويس زي ما انتوا شايفين. حلو كده حلو كده. هتحطيها في اي كيس، وتبتدي تحطي بس نقط فوق العجينه من فوق زي ما انتي شايفه. طريقه سهله خالص، اي كيس عندك اي كيس، وهتعملي نقط زي ما انتي شايفه. هكمل الكميه كلها وهرجع لكم. حلو قوي كده. اي بقى مثلا عود كبريت حتى، او سكينه رفيعه، تفضلي رايحه جايه رايحه جايه كده، ما تشيليش ايدك عشان يعني عامله لنا قلب مسحوب. حلو كده اهو. في نقطه هنا ناقصه هحطها في السريع وارجع اهو. وبعد كده اكمل السحب بتاعنا زي ما انتوا شايفين. تمام. طيب طبعا هندخلها على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني لتقريبا 3/4 ساعة، يعني ساعة الا ربع، وتطلعيها وبألف هنا وشفا. هتقوليلي انتي ذوقتيها امتى؟ هقولك انا اسفة جدا، كنت المفروض ان انا ادوس على زرار التسجيل، بس انا قال يعني دوست بس ما كنتش دايسة اساسا، يعني وقعت مني بقى، معلش اعذروني يا جماعه. بس هو الموضوع سهل، مش محتاج اي حاجه. الموضوع كله كريم شانتيه، وانا زوقته باي حاجه من فوقيه زي الكريسبي اللي قدامكم ده، طعمه حلو جدا جدا. وبالنسبه للنايتي بتاعنا،
انا قسمت الكيكه بالنص وبعد كده حطيتهم فوق بعض. الحشو ايه؟ الحشو طبعا مربى، كلنا عارفين النايتي بيتحشى مربى. حلو كده، حلو كده. الموضوع سهل وبسيط جدا. ويا رب تكون الوصفه نالت رضاكم واكون خفيفه على قلبكم. وطبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب. أشوفكم المرة الجاية على خير في وصفة جديدة من وصفات حلاوة أكلنا مع ندى الحديدي. اوعي تنسي الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.